السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكه اللبن الرايب او اللبن الحليب اللي متاح عندك. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنتكلم على كل المشاكل اللي ممكن تواجهنا واحنا بنعمل الكيكه بتاعتنا ديت، وازاي تطلع دايبه معانا، وازاي كمان تطلع كده مسكره، ولو انت عايزاه سكر خفيف نعمل ايه. كل ما يخص الكيكه باذن الله النهارده هتبقى معانا بألف هنا وشفا جميله جدا. بس لو انتوا لسه جداد في القناه بتاعتنا اول مره تشوفونا، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. عندنا هنا المقادير مظبوطه وسهله جدا وبسيطه. عندي اول حاجه 3 بيضات، كوبايتين 2 من الدقيق بتاع اللي عادي خالص، دقيق الزيرو او الدقيق اللي احنا بنعمل به ومثلا دقيق الاهرامات او دقيق 7 سنابل. وكمان عندي هنا كوبايه من السكر عشان انا بحبها مسكره، لو انت بتحبيها سكر خفيف يبقى كوبايه الا ربع من السكر. وعندي كوبايه الا ربع من السمنه، وكوبايه من اللبن الحليب او اللبن الرايب اللي متاح عندك، ومعلقه كبيره من الخل. اول حاجه اجيب كده شفشق الخلاط بتاعي، هبدا اضيف فيه اللبن، وبعدين اضيف عليه كوبايه السكر، ولو انت عايزه السكر خفيف زي ما قلت لك تقدري تضيفي كوبايه الا ربع من السكر. وهنضيف كمان السمنه والبيض والفانيليا والخل، لكن البيكنج باودر والدقيق هنخليه على جنب لوحدهم، مش هنستخدمهم دلوقتي. طبعا تقدر تستخدمي سمنه بس، او تقدر تستخدمي زيت بس انا بحب استخدم زيت على سمنه، علشان السمنه بتخليها طريه معايا كده، وكمان الزيت بيخليها بتلمع معانا، فنقدر نستخدم الاتنين مع بعض، كوبايه الا ربع من الزيت على السمنه. هنحط بقى البيض دلوقتي، وهنضيف كمان معلقه الخل. وفايده الخل بتاعنا هنا ان بيشيل اي زفاره ممكن تكون موجوده في البيض، وكمان هو محسن طبيعي للكيكه بتاعتنا. طبعا دي الكيكه المظبوطه، مش كيكه الاقتصاديه ولا اي حاجه خالص. وتقدري تكسري البيض كده في طبق لو انت مش متاكده من الجوده بتاعته، علشان ما ينفعش نخسر السمنه والزيت والسكر لو احنا مثلا لقينا حاجه فيهم بايظه. فتقدري تكسري كل بيضه كده لوحدها وتضيفيها واحده واحده، بس انا عشان انا متاكده من جوده البيض بتاعي فضفتهم كلهم مره واحده. بعد كده بقى هضيف الفانيليا، ونضيف كمان معلقه الخل. تقدري تستخدمي فانيليا سايله او فانيليا بودر اللي متاح عندك واللي انت بتحبيه. هاخد بقى المكونات بتاعتي كلها كده في شفشق الخلاط واضربها في الخلاط، وبعدين ابدا اركنها على جنب. وعندي هنا الدقيق، انا عندي كوبايتين 2 من الدقيق الزيرو او دقيق الاهرامات. هبدا انخله بقى كويس جدا. وفايدة النخل بتاعنا هنا ان هو بيدخل هوا كده في الدقيق بتاعي، فبتبدأ الكيكة بتاعتها تبقى هشة كده ومنفوشة وجميلة، ما تبقاش كده مكتومة وتحسي انها عاملة زي العيش، لا بتبقى منفوشة كده وهشة. هبدأ انخل بقى الدقيق كله، انا عندي هنا كوبايتين 2 من الدقيق بس. وهضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر او باكت من البيكنج باودر. هبدأ بقى دلوقتي اضيف البيكنج باودر، وبعدين ابدا انخله مرتين 3 كده مع بعضه، علشان خاطر يبدا يدخل هوا معايا زي ما قلت لكم. الخطوه ديت مهمه جدا، في ناس كتير بتستقل بيها لكن بتفرق معانا جدا في عمايل الكيكه. اتمنى ان انتوا تعملوها، وعلى قد ما تقدروا تنخلوه مرتين 3 4، على قد ما تقدروا تبداوا تنخلوها علشان خاطر تطلع الكيكه بتاعتنا معانا هشه وجميله. بعد كده بقى هنجيب الخليط اللي احنا كنا عاملينه في الخلاط بتاعنا، اللي هو عبارة عن اللبن والسكر والسمنة والزيت والخل وكمان البيض والفانيليا. ضربناهم كويس جدا مع بعضهم في الخلاط. تقدري كمان تضربيهم فيه بالمضرب اليدوي كده على ايديكي زي ما تحبي. بعد كده بقى بعد ما ضفتهم هبدأ اقلبهم كويس جدا لحد ما يمتزجوا كلهم مع بعضهم ويوصلوا للقوام اللي احنا عايزينه. لو مشينا بالمقدار المظبوط ده باذن الله هتطلع معانا مش تحتاج مننا دقيق ولا سوائل ولا اي حاجه خالص. هقلبهم كده لمده حوالي 3 دقايق بس او 4 دقايق على ما يمتزج الدقيق بالخليط بتاعنا كويس. وبعدين هكون مجهزه عندي كده صينيه دهناها دهنه كده من الزيت او السمنه، ورشاها رشه كده من الدقيق. انا عندي الصينيه ديت اكبر مقاس في الصواني الورده، تقدروا تستخدمي انتي المقاس الوسط لو انتي عايزه الكيكه بتاعتنا اعلى من كده، لكن انا مش حابه انها تكون عاليه اول مره دي، عايزه الحجم بتاعها يكون وسط كده ما تكونش تخينه قوي، فحبيت استخدم اكبر مقاس. تقدري انتي تستخدمي المقاس اللي هو الوسط لو انتي عايزاها اعلى من كده. هضيف بقى الكميه بتاعتي كده كلها من العجينه بتاعت الكيكه، وطبعا احنا مولعين الفرن قبل ما
نبدأ عمايل في كيكة أصلا على درجة حرارة 180. هنحطها على الشبكة وننزل الشبكة ناحية أسفل شوية علشان خاطر تبدأ تحمر معانا من تحت وكمان من فوق، مش هنحتاج نشغل لها الشواية خالص. هضيف بقى الكيكة كلها، العجينة كلها كده في قلب الصينية، وبعدين ابدا كده اهز الصينيه كده واخبطها كده خبطتين عشان اخرج اي هواء ممكن يكون موجود فيها، وعشان كمان الكيكه بتاعتنا تتساوى معانا. هندخلها الفرن على طول، هتاخد معانا من تلت ساعة لنص ساعة. طبعا ما ينفعش نختبرها نشوفها استوت ولا لا قبل ما يعدى عليها حوالي 20 دقيقة. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هي خدت عندي هنا نص ساعة بالظبط، وبعدين بعد تلت ساعة ابدأ اختبرها. لو لقيت اختبرها بشوكة كده او بعصاية بتاعت شيش طاووق او خلة سنان كمان. لو حطيناها فيها كده وطلعناها لقيناها ما فيهاش عجين ولا اي حاجة، خلاص تبقى كده استوت معانا. لو لقينا فيها عجين هنبدأ نهدى عليها النار شوية ونسيبها كمان حوالي 5 دقايق وبعدين نشوف. بعد ما تستوي معانا الكيكة ونلاقيها ما فيهاش اي نوع من السوائل بتاعتنا هنطفي عليها النار، وبعدين هنبدأ نسيبها كمان 5 دقايق وبعدين نبدأ نطلعها علشان خاطر تطلع معانا بالجمال ده، متحمره كده من فوق ومن تحت، لونها ذهبي وجميل جدا. وكمان ما احتاجناش ان احنا نشغل عليها الشوايه، هي اتحمرت كده كلها مع بعضها مره واحده، طلعت خفيفه جدا وهشه جدا. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزينها اعلى من كده تقدروا تستخدموا المقاس الاصغر من كده، لكن انا حبيت انها ما تكونش الارتفاع بتاعها عالي قوي. المقادير بتاعتنا مظبوطه باذن الله، جميله جدا وهشه جدا وخفيفه جدا وطعمها جميل جدا. اتمنى تجربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم، وتصلوا على الرسول في الكومنتات. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.